اخواتي واصحابي واحبابي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تخافوش خليكم معايا. والنهارده يا اخواتي انا جايب لكم شويه اكلات مصريه محدش بيعملها غير المصريين، لدرجه ان احنا واحنا بنعمل الاكلات دي بالنسبه لنا بتبقى عادي جدا، ولكن لو حد اجنبي او حد عربي شاف الاكلات دي هيقولوا ايه العبط اللي بيحصل ده؟ فانا النهارده يا اخواتي جايب لكم شويه اختراعات مصريه، انما ايه؟ من العيار التقيل. وهنجرب الاختراعات دي مع بعض وهنشوف هل احنا فعلا عباقرة ولا احنا هبل ولا احنا عبط ولا احنا محتاجين نتعالج ولا احنا على الله حكايتنا ولا محتاجين حد ياخد مننا المطبخ قبل ما تحصل الكارثه. يلا بينا نجرب مع بعض اول اختراع. يلا بينا يا اخواتي. ودلوقتي يا اخواتي واصحابي واحبابي احنا قدامنا 3 حاجات. فطيره بريئه 30 جنيه، كيس شيبسي بالطماطم ب 15 جنيه، هو ينفع بالجبنه برضه بس الطماطم تبقى حلوه مع الاكله دي، وجبنه العلبه لوحدها ب 180 جنيه ومش خساره فيكم يعني، بس هي بيقولوا انها جبنه صحيه بقى وبتاع على اساس يعني ان احنا مهتمين بصحتنا واحنا صحتنا في الناس اللهم لك الحمد. فالمهم يا اخواتي انا عايز اقول لكم بس نقطه صغيره كده، احنا المصريين ما بنعرفش نقول حاجه لا، ما بنعرفش نقول ما نعرفش نقول مستحيل، ما بنعرفش مستحيل من الاخر يعني، لدرجه ان احنا الواحد مننا لو قدامه اكله محترمه هنقول طب هي الاكله دي ما ينفعش نحط مثلا معاها حاجه، طب ما ينفعش تتاكل معاها. بص هو احنا لازم حاجه على حاجه، هو احنا كده بنحب نبدي بنحب نخترع. فمبدئيا كده يا اخواتي احنا قدامنا فطيره اهي تمام، هنجيب بقى كده الجبنه ب 180 جنيه ومش خساره فيكم بس على الله يتمر يعني. وطبعا بقى يا اخواتي انا مش هوصيكم بقى اقول لكم تعملوا لايك الحلو بتاعكم، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا برسلها على قناتي، يعني انت حتى اللايك والاشتراك ارخص من سعر الجبنه. يلا بالهنا والشفا. المهم بقى هنفرش الجبنه كده زي ما انتم شايفين يا اخواتي على قد ما تقدروا خالص. ودلوقتي يا جدعان احنا هنبعد بقى علبه الجبنه دلوقتي، وانا زي ما قلت لكم انا جربتها بالجبنه وبالطماطم بصراحه، بس الطماطم طعم احلى من الجبنه. ماشي الحمد لله نظفت السفره قبل ما حد يشوفني وفتحتها بالمشقلب. ما علينا، يلا بسم الله. هو لسه باقي شويه بس لو حطيت اكتر من كده هيقع. يلا ودلوقتي زي ما انتم شايفين يا اخواتي ده انا بالنسبه لي اسمه التلاميذ، والله العظيم اكله مغريه قوي 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 وهتعجبكم، بس انا يمكن اكون افورت في الشيبسي وحجم الفطيره، بس ما علينا بالهنا والشفا. يلا بسم الله. دلوقتي يا اخواتي هندخل على الاختراع التاني، بس معلش اسمحوا لي بس اخلصها بيني وبين نفسي كده وارجع لكم تاني. يلا بينا. 3 hours later. اخواتي واصحابي واحبابي اخيرا رجعنا بعد الفاصل. انا اسف يا اخواتي انا عارف اني اتاخرت عليكم بس التلاميذ اللي كنت باكله ده اخد مني وقت طويل. المهم بقى دلوقتي انا جاي لكم بحاجتين بس، حاجه بسيطه جدا، عيش بلدي وعلبه كشري. طب نعمل ايه بقى؟ بسم الله. بنعمل العيش بالشكل ده كانك يعني رايح تاكل كفته يعني، بس ده اكل الغلابه يا جماعه. بعد كده بتاخد الكشري ده والله العظيم الاكل ده ولا اروع، بس طبعا بيبقى فيه دقه بقى، بيبقى فيه شطه، بيبقى فيه صلصه، بس انا ما مش بميل للحاجات دي بصراحه. فهنقول بسم الله. بسم الله. والله انصحكم تجربوها، بس بصراحه الاكله المفضله بالنسبه لي بتعتبر رقم 1 الفطير والشيبسي والجبنه، حاجه كده خيال. وبكده يا اخواتي واصحابي واحبابي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله يبقى بسيط وخفيف على قلبكم. وطبعا اتمنى ان حد فيكم يجرب اي اكله من الاثنين دول ويقول لي برضه في التعليقات بعدين انهي واحده عجبته اكتر. مش هوصيكم برضه، انا عارف ان انا قريبكم بالسؤال ده كل شويه، بس اعملوا لايك الحلو بتاعكم واعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. لو عندكم اي فكره فيديو او اي حاجه مقالب تحديات اي افكار تخطر على بالكم اكتبوها لي في التعليقات وان شاء الله مش هدخل عليكم. بيس.